كل اللي سمعناه عن قتل الجواهرجي بتاع بولاق طلع كلام مش موجود. طبعا الحمد لله تم القبض على مرتكب الجريمه واعترف. امبارح كانت الاخبار طالعه بتقول ان هما 6 ملثمين، واصلا الصور طلعت من فيلم اجنبي قديم، احداث مش حقيقيه بالمره. المتهم اعترف ان هو راح الساعه 1 الظهر يشوف كده، يكشف على المكان كده ويشوف مين جوه وكم واحد شغال ومين هيلاقيه جوه. المهم بعد كده راح الساعة 7:30. بعد ما راح الساعة 7:30 لقى عامل فاستغرب، ما كانش موجود المرة اللي فاتت. فعمل ايه؟ طلع 100 جنيه واداها له، قال له روح ممكن تجيب لي علبة سجاير. فراح طبعا يجيب له علبة سجاير. بقى عامل نفسه هيشتري بقى زبون. استغل طبعا، بعت العامل انه يجيب له علبة سجاير. فراح طلب من الجواهرجي انه يوري له شوية ذهب بقى عامل نفسه بيشتري يعني. بعد كده راح طعنه 5 طعنات، توفى في الحال. سرق ذهب بالملايين، وهو بيقول لك الموضوع ما خدش مني اكتر من دقيقتين. انا مش عارف الناس دي بتفكر ازاي. كل يوم بيحصل جرائم وبيتقبض على اللي بيعملها. طب انت يعني وانت بتفكر في الجريمة يعني مخك راح فين؟ مفيش مخ خالص.